قليل جدا وسني صغير قوي، وكان ابويا بيعمل لي حفلات في وجه قبلي، يعني خدت محطة من وجه قبلي من اول بني سويف الى بعد اسوان. فكان بمعدل كل مثلا يومين 3 حفلتين في كل بلد. وكنا بنعمل حفلات لحسابنا، لان كانوا متعادين معظمهم اللي في اخر الليل ما يدفعش فلوس واللي ما يروحناش. يعني كنت بسمع ساعات كلام اتاذي منه، لكن هو باعجاب، ما كانش يعني الجمهور بيقولوا باذى. يعني مثلا يقول لي زعقي مثلا او مش سامعين. كنت بتغني من غير ميكروفون في الحفلات الكبيره دي وايه، والناس تيجي ماشيين مثلا بلد يعني الحاجه اللي كانت بتاثر فيا قوي، ابص الاقي الناس جايين ماشيين من بلد لبلد. فطبعا كل الحاجات دي لازم كل فنان مبتدئ يعرف بان الواحد ما يقدرش يطلع السلم مره واحده ابدا، واللي بيطلع مره واحده لابد انه ينزل وجري. يشتري الورد مني وانا بنادي واغني. الاستاذ عبد الوهاب بقى اسمعني، المرحوم والدي عزم الاستاذ عبد الوهاب وعزم بعض الفنانين وجم سمعوني غني يا ليلى اغني. انا طبعا معجبه بالاستاذ عبد الوهاب طول عمري وطول حياتي. يعني هو بقى كان انطباعه ايه الاستاذ عبد الوهاب لما سمعك الاستاذ عبد الوهاب بقى يعني بقى قاعد مبحلق لي، وازاي البنت دي بتغني وبتأدي الحان لي انا، لحن صعب كمان بالنسبه لتأديته. فقلت كويس جدا. فالحقيقه الاستاذ عبد الوهاب مسك والدي وقال له انا اهنيك، البنت دي لازم تكمل وهتنجح نجاح باهر، وانا من بكره همضي معاها عقد اسطوانه. انا مهما جرى هفضل اصون عهد الهوى، وان غبت يوم ولا سنه هفضل انا بداية دخولي أنا برضو بعد السنة أو سنة ونص من شغلي في المسرح وشغلي في الحفلات والأفراح، بعتت لي الإذاعة المصرية عشان أشتغل في الإذاعة. فأول ما دخلت الإذاعة قابلت الله يرحمها السيدة أم كلثوم. فأول ما شفتها مسكت في بابا وقلت له يا السيدة أم كلثوم هتسمعني؟ قال لي لا دي ده طلع علشان شغله كده. فالحقيقة بيني وبين نفسي بقيت خايفة ومرعوبة. وبعدين طلعت الإذاعة، فإذا وأنا في الأوضة تحت التسجيل في أوضة إزاز تانية اللي هي بيقعدوا المستمعين أو مهندسين الصوت أو إلى آخره بيقعدوا. فببص كده لقيت السيدة أم كلثوم قاعدة تسمعني. فطبعا ما بقتش عارفة أتلم على نفسي أبدا. ونفات حبيبي يوم وغاب، أنا والظنون دايما في عتاب، واللي انشغل بهوى الأحباب عذاب وراح عذاب. والله غنيت للأستاذ رياض السنباطي، لأن في الوقت اللي كنت بروح فيه حفلات كان الأستاذ رياض السنباطي بيشتغل عواد معايا، وكانت حاجة سنداني. يعني كنت بحس يعني يوم ما كان يبقى عيان ولا تعبان ولا مش قادر يجي الحفلة، بحس ان انا بفقد حاجة كبيرة قوي، لانه كان حاجة مهمة بالنسبة لي قوي الاستاذ رياض، علشان كان بيحفظني الحانه في الوقت نفسه بيعزف هو على العود. فكنت بحس بقوة جامدة قوي. فغنيت له الحان الاستاذ رياض السنباطي كثيرة جدا قبل ما اعمل يعني الحان للاستاذ عبد الوهاب، وقبل ما اعمل الاسطوانات وقبل كل حاجه، اللي هي فتره الحفلات اللي عملتها في الصعيد دي. وعلى فكره انا احب الصعيد واحب الصعيد قوي. وعدي ومكتوب عليا يا ابويا ومسطر على الجبين يا حبيبي ومسطر على الجبين، انا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني ما قادر